عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين، ونفتح مع حضراتكم ملف هام جدا عن المرأة المصرية والدور اللي بتقوم به المرأة المصرية. مما لا شك فيه المرأة المصرية لها دور فعال وبناء ومؤثر في الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر، وخاصة من في العشر سنوات الأخيرة. شوف المرأة المصرية بتتبوأ مكانة كبيرة جدا. لأول مرة بنجد المرأة المصرية بتكون محافظ وبتمسك مناصب في الإدارة المحلية، مناصب كبرى في الشركات بيتم الاستعانة بها بالقضاء. بنشوفها بتدخل للنيابات لأول مرة زي النيابة العامة. ده بيؤكد قد إيه حرص الدولة المصرية على أن المرأة يبقى لها مكانتها المرموقة دائما. وده واضح أيضا أن لها مشاركتها الإيجابية في الحياة السياسية. بنشوف المرأة المصرية لعبت دور منذ 2011 حتى الآن في الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية. دائما المرأة المصرية في تقدم وازدهار، ويمكن من أوائل السيدات على مستوى العالم اللي بيبقى لها اهتمام ومؤثر في حياتنا العامة. اسمحوا لي في البداية أن أنا برحب بضيفتي العزيزة الدكتورة فاطمة محمد مهدي، دكتورة بأصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية. أهلا بك يا دكتورة اهلا فاطمة. وسهلا بحضرتك استاذ جمال. أنا سعيد بوجودك معايا النهارده. انا اسعد النهارده بوجود حضرتك، واهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك دكتوره فاطمه. ما فيش شك ان مكاسب عديده اتحققت للمراه المصريه في السنوات الاخيره. من وجهه نظرك ايه اهم مكاسب انت شايفاها ان المراه نجحت وتبوأت مكانها فيها يعني؟ تمام. هو انا في البدايه بشكر حضراتكم على الاستضافه الكريمه في البرنامج، وبالتوفيق والسداد ان شاء الله للمراه المصريه وللرجل المصري في مجتمعنا المصري الحبيب. انا استاذنك تعلي صوتك حاضر شويه يا كده فندم. زي المحاضرات اللي حضرتك بتبقى طبعا. ترتاح للطلبه يعني. حاضر يا فندم. هو طبعا احنا عندنا المراه المصريه احتلت مكانه كبيره جدا في المجتمع المصري خلال الفتره الاخيره. طبعا ده بنلاحظه في ان احنا بنجد ان المراه اصبح لها مكانه في المجتمع المصري. ده طبعا بدعم كبير جدا من القياده السياسيه عندنا في مصر، والاكاديميه الوطنيه للتدريب اللي بتهتم بان هي توفر كافه البرامج التدريبيه التي تؤهل المراه ان هي تقدر تكون قائد ناجح في المكان اللي هي بتشتغل فيه. فاحنا بنجد يعني في عندنا مدرسة اسمها المدرسة القيادية للمرأة أو مدرسة تأهيل المرأة للقيادة. المدرسة دي تابعة للأكاديمية الوطنية للتدريب، بتوفر مجموعة من البرامج التدريبية اللي بتساعد المرأة إن هي تكتسب المهارات والخبرات وتنمي من مهاراتها وقدراتها بحيث إن هي تكون ناجحة في مش هنقول في مجال عملها بس، لا، في مجال عملها وتكون نافعة للمجتمع بتاعها وكمان في الأسرة. يبقى اذا نقول وجود الاكاديميه الوطنيه كان لها دور بناء ومؤثر في ان المراه تتعلم القياده من خلال الدراسه ومن خلال التعليم الميداني. بالظبط كده يا فندم. هي الأكاديمية الوطنية للتدريب يعني قدمت يعني المدرسة التي تؤهل المرأة للقيادة بتتضمن مجموعة من البرامج التدريبية اللي بتوفر للمرأة المصرية والفتيات عندنا في جمهورية مصر العربية إن هم يقدروا يكتسبوا كل المهارات اللي بتأهلهم إن هم يكونوا قادة متمكنين في أماكنهم اللي هم بيعملوا فيها. يعني كان من فترة قريبة جدا تم إطلاق برنامج المرأة تقود في المحافظات ده كان المصرية على مستوى الجمهوريه وبالتعاون مع المجلس القومي للمراه، بالتالي جابوا محافظات مصر كلها. ايوه يا فندم. هم حاليا دلوقتي شغالين في برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية، وبيتم تنفيذ البرنامج في كافة المحافظات حاليا دلوقتي. انا الحمد لله حصلت على البرنامج وانتهيت من البرنامج من حوالي 10 ايام. فكانت تجربة سرية وغنية جدا استمر بالاستفادة. قد ايه البرنامج؟ يعني ناخد حضرتك كنموذج كده، هو البرنامج استمر قد ايه؟ يا فندم هو البرنامج استمر 23 يوم 23. او كان 3 اسابيع. بيتضمن كان البرنامج تضمن مجموعة من المحاور التدريبية المهمة جدا والدورات التدريبية خلال مدة 23 يوم. يعني عبارة عن ورش عمل ولا بالظبط. مثلا محاضرات ولا جولات ميدانية؟ يعني كانت سلسلة اشرح لنا الآلة متنوعة. كده. كانت سلسلة متنوعة خلال الثلاث أسابيع وخلال ال 23 يوم دول. فاحنا كان من أهم المحاور التدريبية اللي كانت موجودة في برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية كان في محور خاص بتنمية المهارات الشخصية للمرأة أو للفتاة عندنا في مصر.
بيتضمن مهارات التواصل الفعال ومهارات العرض الفعال. ده طبعا احنا عندنا اي يعني اي سيده شغاله في اي مكان، سواء كان في التربيه والتعليم، في الجامعه، في الوحدات المحليه، في مصالح الضرائب. محتاجة من آن لآخر رفع كفاءتها، رفع كفاءتها. محتاجة مهارات التواصل، ثقافة التعايش مع الآخر. بالظبط كده يا فندم، ان هي محتاجه ان هي تقدر تتواصل مع الاخرين في المجتمع، يعني بتتعامل مع تمام. مواطنين، فمحتاجه ان هي تقدر تتواصل مع المواطنين في المجتمع المصري على حسب المكان اللي هي شغاله فيه. تمام. كمان يعني في البرنامج برضو تضمن محاور تدريبيه اخرى. كان في طبعا رؤيه مصر 2030 وتحقيق اهداف التنميه المستدامه. ده كان مهم جدا برضو، لان يعني عرفنا بقى كل حاجه خاصه بالتنميه المستدامه، وازاي مصر تنهض في كافه المجالات وفي كافه القطاعات. ومهم جدا ان المرأة المصرية تبقى عايشة وتعرف كل الخلفيات عن المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية، عشان لما تتبوأ المكانة تقدر ان هي تسيطر على كافة الامور. تمام يا فندم، الجزئيه دي برضو اتكلمنا فيها في البرنامج، وخدنا فيها محور تدريبي بيتكلم عن اداره الدوله المصريه. اتكلمنا برضو وعرفنا اكتسبنا مهارات كبيره جدا في التحديات الاقتصاديه اللي ممكن تواجهنا، والمشروعات القوميه اللي هي موجوده حاليا، وازاي اننا لما اتكلمنا برضو عن المشكلات واتخاذ القرارات، ازاي ان انا اقدر اليات اتخذ اتخاذ قرار. القرار، اليات ازاي اتخاذ اقدر القرار. احل المشكلة، وازاي اقدر ادير الازمة، وازاي بقى المعطيات من خلالها اخد القرار الصح. تمام بالظبط كده. يعني انا لو في اي مشكله او في اي ازمه حصلت بشكل طارئ او مفاجئ، ازاي انا كقائد في مكاني اقدر اكون قائد فعال وقادر على اتخاذ القرار، وازاي اقدر ابني فرقه عمل داخل المؤسسه اللي انا تابع ليها، تمام. بحيث ان انا اقدر ادير فرق العمل ديت، واقدر ان انا احل المشكله اللي حصلت، واخد راي اللي موجودين معايا في المكان، واشوف ايه الراي الانسب لحل المشكله. اعتقد الفترة دي اكتسبت كثير من المهارات، ومهارات التواصل مع الاخر وادارة شؤون الازمات. بالظبط كده يا فندم. كمان اتكلمنا برضو عن إدارة الأزمات وإدارة الضغوط وإدارة الوقت، لأن أي إنسان يعني رجل أو مرأة في أي مكان في عمله بيبقى محتاج لإدارة الوقت بتاعه، لأن طبعا بيبقى في أعباء كتير وفي ضغوط كتير مرتبطة بالعمل، فلازم أكون محدد الهدف بتاعي إن أنا أخلص الشغل ده، أو أخلص الحاجة دي في الوقت محدد خاص بيه. ففي خطة لإدارة الوقت وخطة لإدارة العمل. ده طبعا احنا طبعا يعني بنشكر طبعا القيادة السياسية على ان هي اتاحت الفرصة للمرأة المصرية في جمهورية تمام. مصر العربية على ان هي تلتحق بمثل هذه البرامج التدريبية لاكتساب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات عملهم. وزي ما قلت لحضرتك في البدايه يا استاذ جمال، ان هذا البرنامج بيساعد المراه على ان هي تنمي مهاراتها في كل حاجه، تكتسب مهارات وقدرات بحيث ان هي تنمي مهاراتها الشخصيه، وكمان ده ينعكس على عملها تمام. بالايجاب وعلى طبعا. اسرتها وعلى مجتمعها. لما تكون في مشاركات فعالية للمرأة بتقود، سواء بقى في الوحدات المحلية أو في التعليم أو الزراعة أو الصحة، وبتتعامل مع الجماهير، بعد ما تاخد مثل هذه الدورات التدريبية وآليات التفاعل، أكيد هيبقى لها مردود في حل الكثير من المشكلات اللي تعرض لها المواطن من المترددين على تناول الخدمة في المصالح الحكومية. ما هو كل حاجة أنا بتعلمها، أي حاجة جديدة بكتسبها، مهارة خبرة قدرة جديدة، ده بينعكس على التعامل بتاعي مع الآخرين. تمام. سواء كانوا بقى يعني لو أنا مثلا أنا أستاذ في الجامعة، تعاملي مع زملائي مع في العمل، مع الطلبة، تعامل مع طلابي، الزملاء، مع التعامل مع الطلبة، مع الزملاء، مع أي حد في المجتمع الخارجي. كذلك برضو في الأسرة، يعني بينعكس برضو على الأسرة إن الأم تقدر إن هي تربي أبنائها كويس جدا، تقدر إن هي توصلهم لبر الأمان ويلتحقوا بالكليات اللي هم عايزينها. بنشوف سيدات عندنا في مصر هنا نماذج مشرفة وجميلة جدا، ناجحين في عملهم جدا، وكمان ناجحين في أسرهم، يعني بيحافظوا على أسرهم وبيخلوا بالهم من أسرهم. هل برضو في الأكاديمية تعرضتوا لمثل هذه الحوارات أو ورش العمل، آليات إن أنا زي بقدر النجاح اللي أنا بعمله خارج المنزل في عملي، إزاي يتساوى مع نجاحي مع الأسرة؟ ايوه يا فندم، اتكلمنا برضو في الجزئيه ديت في البرنامج المرأة تقود، لان كان في مطلوب مننا مشروع لازم لانتهاء البرنامج التدريبي. كان في مشروع عليه نسبة 30% من اجتياز هذا البرنامج التدريبي. المشروع ده لازم يكون فيه ورشة عمل أو من خلال مجموعات. كان بيتم تقسيمنا لمجموعات في البرنامج التدريبي، وكل مجموعة مطلوب منها أن هي تحط مشكلة وتقول هتحل المشكلة ازاي دي من خلال مشروع.
فطبعا احنا ما شاء الله كل الزميلات اللي كانوا موجودين معانا في البرنامج التدريبي من كافة القطاعات، ودي كانت تجربة جميلة وسريعة ومفيدة جدا. لان كمان السادة الافاضل المدربين اللي كانوا موجودين معانا من الأكاديمية الوطنية للتدريب يعني ما شاء الله يعني متمكنين جدا من المحتوى التدريبي اللي بيقدموه لنا، وما شاء الله في تخصصاتهم يعني. تمام. لما نيجي نتكلم عن اي حاجه خاصه بالجانب القانوني موجود معانا اساتذه في القانون، في الجانب مثلا الاقتصادي موجود معانا اساتذه من كليه التجاره والاقتصاد والعلوم السياسيه. لما نيجي اتكلمنا مثلا يعني الجانب التدريبي شامل كل المتخصصين في شتى المجالات. بالظبط كده يا فندم، كل المتخصصين في كافة المجالات اللي اتكلمنا عنها. كمان يعني بينقلوا لنا خبراتهم، بحيث ان احنا كمان يعني نتعلم من خبرتهم ديت في حل اي مشكلة او في مواجهة اي ازمة ممكن تواجهنا. تمام. انا بقى يعني بنصح كل امرأة وكل فتاة تكون مصرية. حريصة على المشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية. ايوه بنصحهم بقى ان هم يشاركوا ويلتحقوا بهذا البرنامج المفيد جدا لكل فتاه في مصر ولكل سيده مصريه، لان هو بيقدم لها وبيوفر لها يعني كل آليات التعامل وإزاي تقدر تدير وتقود مجموعة من الناس يعني. بالظبط كده يا فندم، ان هي تقدر تكتسب كل المهارات اللي هتأهلها في مجال عملها سواء كان حكومي او خاص. يعني تمام. برضو عايز اكد على الحته ديت ان البرنامج ما هوش للمراه اللي عامله في الحكومه فقط، نعم. لا ده في المراه اللي عامله في القطاع الخاص كمان. يعني كان في معانا بعض الزميلات من شغالين في القطاع الخاص، بعض المعلمات من التربيه والتعليم وبعض المعلمات في في المدارس مدارس الخاصه، الخاصة. وفي برضو هو المقصود أو المستهدف منه المرأة المصرية أو الفتاة المصرية أيا كان جهة العمل. بالظبط كده يا فندم، المرأة المصرية والفتاة المصرية ان انا تمام. اخليها مؤهلة ان تمام. هي تكون قائد ناجح في مجال عملها، بحيث ان ده ينعكس على شغلها تمام. بالجانب الايجابي وعلى مجتمعها وعلى اسرتها. ويمكن ده أعزائي المشاهدين دي من ضمن المكتسبات الجديدة اللي حصلت عليها المرأة المصرية. بنقول آخر 10 سنوات بنشوف مناصب كان صعب ان المرأة المصرية تحصل عليها، زي ما قلنا في البداية محافظ بقت مرأة تقود محافظة كبيرة جدا. بنشوف في صعيد مصر نائبة في البرلمان المصري. بنشوف ايضا عمدة، يعني وظيفة عمدة لمرأة مصرية. ده بيأكد لنا قد ايه ان المرأة المصرية فعلا لما بتجيلها الفرصة ولما بتاخد الدورات التدريبية اللازمة في هذا الشأن فبتكون جديرة بأي منصب تتبوأه، حتى لو كان هذا المنصب أعلى المناصب السياسية. ايوه فندم. خلينا نتكلم تعليق حضرتك وانت شايفة المشهد الانتخابي ودور المرأة فيه في انتخابات الرئاسية 24. هو يعني الآيات والسيدات في جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024، يعني لو لاحظنا من خلال الإعلام كان في مشهد رائع جدا جسدته المرأة المصرية والفتاة المصرية في نزولها ومشاركتها الفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024. وده بيأكد على ان المرأة موجودة، يعني بتقول انا موجودة ورايحة الانتخابات وبحط صوتي عشان كذا وكذا. فده بيدل على ان يعني المرأة عايزة، يعني عايزين بلدنا تكون احسن، عايزينها تتطور، عايزين نتقدم، يعني عايزة اطور من مهاراتي وقدراتي وان انا اكون عشان كده إنسانة المرأة كويسة. المصرية تقوم تتبوأ المشهد وتكون من السباقين في الإدلاء بأصواتهم في أي عملية انتخابية، وده ملحوظ للمرأة المصرية في العشر سنوات الأخيرة. احنا ده بنلاحظه في الفتره ال10 سنوات الاخيره ليه يا استاذ جمال بقى. وجدنا ان اصبح في وزيره امراه، يعني محافظ امراه، نواب محافظين امراه. ليه؟ لان هم عايزين ينموا مهاراتهم وينموا قدراتهم ويطوروا من نفسهم. فكل انسان عنده طموح يا استاذ جمال، يعني الراجل عنده طموح والسيده عندها طموح، فاللي بيبقى عنده طموح وعنده هدف بيسعى وبيتعب ويجتهد علشان يوصل لهدفه. فالمرأة بقى لما تفكر ان انا ليه عندي هدف محدد عايزه اوصل له، فبسعى للهدف ده وبجتهد وبتعب وبشتغل، بس ده ما خلوش ينعكس بقى، يعني ما اثرش في جانب من الجوانب في حياتي. تمام. يعني مثلا ما خليش ما اهتمش بشغلي واهمل بيتي، لا ده انا اهتم بشغلي واهتم ببيتي واهتم باسرتي، ولو مطلوب مني ندوات توعيه في المجتمع المدني اروح الندوات واحضر المؤتمرات المهمه والكلام ده كله. فطبعا عندنا كمان الجانب التوعوي اللي احنا لاحظناه في الفتره الاخيره كان مهم جدا. ده برضو خدناه كجزء من محاور برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية. تمام. التوعية طب المجتمعية. هل البرنامج المميز ده برضه ما رصدش أهم المشاكل
اللي ممكن المرأة تتعرض ليها وبتسعى ان انتوا تسعوا بقى لحلها؟ طبعا يا فندم، البرنامج كان شامل لكل حاجه، يعني ممكن ان هي تواجه المراه المصريه في مجال عملها. يعني طبعا اي سيده موجوده في منصب قيادي، سواء كانت بقى يعني رئيس وحده محليه، رئيس الضرائب مديرة العقاريه، مدرسة، مديره مدرسه، بالظبط كده، مديره مدرسه، عميد كليه، يعني إعلامية، اعلاميه في رئيسة اي قناة، مكان. أي منصب. في اي منصب هي موجوده فيه، اي مشكله هتواجهها، هي هتقدر تحدد المشكله دي، تحط لها مجموعه من الحلول، تختار الحل الانسب من الحلول اللي هي حطتها علشان تقدر تواجه المشكله. ما فيش حد يا استاذ جمال بيشتغل لوحده، لا. تمام. العمل الجماعي مطلوب، وكلنا ايد واحده مع بعض. ما اقدرش ما اقولش ان انا هنجح لوحدي، لا. النجاح بيكون بان في عمل جماعي وفي فريق تعاون، العمل. فريق العمل. عشان كده احنا كانت اول حاجه خدناها في برنامج المراه تقود بناء فرق العمل. ان انا علشان اكون شخص ناجح لازم اكون قادر على اداره الفريق، وكمان اكون قادر على تكوين فرق ان العمل. انا لازم اختار الاول التشكيل الامثل للفريق اللي هيتعاون معايا، وانا اقود هذا الفريق. بالظبط كده يا فندم. يعني لو انا مثلا مدير مدرسه، فريق العمل هيكون مثلا عندي المعلمين، ما خلوش المعلمين فقط، لا، ده مجموعه من المعلمين، مجموعه من الطلاب، مجموعه من الاداريين، من كافه المجموعات الموجودين عندي في المدرسه. ليه؟ علشان لو انا عندي مثلا عايز المدرسه بتاعتي تاخد الجوده، طب انا هاخد الجوده انا لوحدي كمدير هشتغل لوحدي؟ لا، لازم طبعا لازم يكون عندي معلمين مرفوع كفاءتهم، نفس الطلاب، واعرف مشاكل الطلاب من خلال فئة من الطلاب اللي بتعامل معاها، ممثلين لهم يا استاذ ممثلين له. بالظبط ده كده. بالاضافه برضو بص، مجموعه من الاداريين عشان اعرف مشاكل الاداريين على ارض الواقع. هو ده الافضل بقى في اي مكان بشتغل فيه، جامعه، مدرسه، وحده صحيه، قطاع طبي، في اي مجال. احنا كمان كان موجود معانا زملائنا اطباء ومهندسين وفي ما الضرائب كافه العقاريه. قطاعات الدوله بتشارك في هذا الشان عشان ارفع كفاءه المراه في كافه المناصب في كافه اللي هي المجالات. بتتولاها. ما دي بقى يا استاذ كمان من اهم مميزات برنامج المراه تقود في المحافظات المصريه، ان هو متاح ان اي امراه مصريه او اي فتاه في اي مجال تقدر تلتحق بيه، تمام. تقدر تقدم بيه. هما كمان وفروا لنا التقديم بيبقى مش بجهز ورق بقى وبروح اقدم وكده، لا، ده في لينك الكتروني، سهلوا علينا الموضوع. كمان في لينك الكتروني بقدم عليه مطلوب فيه بيانات بقدمها عليه وبرسل اللينك، وبعدين هناك حضراتهم في الاكاديميه بيردوا علينا ان يوم المقابله الشخصيه بتاعك يوم كذا، علشان ان انت قبلت في البرنامج فتحضر المقابله الشخصيه. فبرضو احب اكد يا استاذ جمال ان يعني برضو في ناس تقول لك المراه تقود، طب الرجل لا يقود؟ لا طبعا، ده هو الاثنين دول ده عنصرين متوازيين، مكملين لبعض. مكملين لبعض. لا، احنا مكملين مفيش لبعض. المنافسه والصراع لا بينهم. مفيش ده، وانا عايز اكد على الحته دي علشان لا، احنا الاثنين بيكملوا بعض، واحنا بنساعد بعض علشان نبقى نوصل لافضل مكانه ونوصل ببلدنا لافضل مكان. عايزين بلدنا مصر تكون افضل دوله في العالم، وان هي تكون يعني في كافه مجالاتنا، في القطاع، في التعليم، في الصحه، في الزراعه، في الصناعه والتجاره، نكون كويسين في كافه المجالات دي. فما ينفعش المراه مش هتقود لوحدها، لا، ده تقود والراجل موجود برضه معانا، لان احنا كلنا بنساعد بعض علشان نقدر نحقق النجاح لبلدنا. ودايما اعزائي المشاهدين التاريخ شاهد على المراه المصريه. لو اتكلمنا عن انجازاتها ما ننساش طبعا الملكه من الملوك العظام زي حتشبسوت، قد ايه كانت بتقود حملات في افريقيا. فده بيؤكد المراه المصريه مش من الان فقط، ده يعني في التاريخ القديم. ايضا المراه المصريه لها دور فعال ومؤثر في النشء وبناء النشء، وبنشوف كل الامهات المصريات فتره من الفترات يعني كان مكانها الاول هو بيتها، وهي حريصه على بيتها حرص شديد جدا، وبناء عليه شفنا القاده وشفنا الزعماء من تربيه الام المصريه البسيطه اللي لم تتلقى التعليم الا بسيط جدا، ثم بعد ذلك بتطور حياتها وبقت في الام الجامعيه اللي هي بتقدر تنقل ولادها نقله حضاريه. ايضا ما ننساش دور مهم جدا المراه المصريه، وهي ايضا المراه المعيله اللي هي نتيجة ظروف اقتصادية معينة، ونتيجة ان هي بتبقى هي اب وام في نفس الوقت تتحمل بيت اسرة ومسؤولية كبيرة. ده برضو شريحة بذلت جهد كبير للمرأة، ولازم يبقى لها اهتمام ايضا. طبعا يا استاذ جمال، الحته ديت برضو مهمه جدا، لان احنا عندنا المراه طبعا لما بتشتغل لازم تخلي بالها من بيتها، وفي عندنا نماذج ناجحه جدا
موجودة عندنا في مصر، يعني ما شاء الله عليهم، ناجحين في مجالهم بشكل كبير جدا، وكمان ناجحين في أسرهم، بيقدروا يعني يخلوا بالهم من أسرهم ويخلوا أولادهم يوصلوا لبر أمان ويتعلموا تعليم عالي جدا. وكمان هي يعني مش بقول نموذج ناجح، يعني نموذج وصل لمكانة معينة في المجتمع، فقدر ان هو يطور من نفسه، وقدر ان هو يكتسب كافة المهارات والقدرات اللي هي تؤهله ان هو يكون ناجح في عمله، وناجح كمان في ان هو قدر يحافظ على أسرته. وده مهم جدا أعزائي المشاهدين، بنأكد لحضراتكم المرأة المصرية دائما مميزة، المرأة المصرية دايما داعمة، ولها دور في النشء، ولها دور في بيتها، ولها مكانة كبيرة جدا جدا في أي منصب بتتولاه، سواء كان منصب سياسي أو منصب تنفيذي أو حتى في المجتمع المدني. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير وعودة لحضراتكم مرة أخرى. يمكن بنعتذر على التقرير، يعني بنرجع لحضراتكم مرة تانية، بنأكد وبنقول لحضراتكم المرأة المصرية لها دور فعال ودور مؤثر في النشء. بنقول المرأة المصرية حققت مكانة كبيرة، سواء كانت مكانة سياسية أو مكانة تنفيذية، ده بتشجيع من القيادة السياسية. تشوف المرأة المصرية نائبة في البرلمان المصري بكثافة كبيرة جدا، سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، تتبوأ مكانة جامعية ومكانة محلية وتنفيذية. ده حرص القيادة السياسية على دعم المرأة المصرية. ارجع لك تاني يا دكتورة فاطمة، مفيش شك ان التطور الملموس في حياة المرأة المصرية بينعكس على خلق جيل من الشباب وجيل من المستقبل لمصر، ان يكون افضل بعد تبوء المرأة المصرية مكانتها، وبعد ما ايضا التطور الفكري والرؤى للمرأة المصرية. ايوه فعلا يا استاذ جمال، احنا عندنا طبعا في ظل التطور اللي بيحصل عندنا حاليا في المجتمع في كافه القطاعات، يعني السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والاداريه، بنجد ان يعني في عندنا التحول الرقمي والتكنولوجيا دي اثرت بشكل كبير جدا على مجتمعنا. وفي ظل التطورات التكنولوجيه والرقميه اللي هي موجوده حاليا، يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثوره الصناعيه الرابعه والخامسه والتكنولوجيا البازغه دي، على فكره دي كانت موجوده برضو كأحد محاور البرنامج التدريبي في المرأة تقود، يعني أمن المعلومات والتحول الرقمي والتكنولوجيا البازغة ده كان موجود عندنا في البرنامج. ففي ظل كل التطورات ديت المرأة أثبتت كفاءة كبيرة جدا في إن هي تقدر إن هي يعني يكون في جيل مستقبلي واعي وقادر على مواجهة الصعوبات والمشاكل اللي ممكن تواجهه في أي مجال. يعني عندنا مثلا في الجامعه طلاب، يعني كل الحاجات الحمد لله ان انا اتعلمتها في البرنامج ده، واكتسبت كل المهارات اللي اكتسبتها حاولت انعكست بقى على تترجمها على طلاب، ارض الواقع الوقت يا دكتور؟ على طلاب على طلابي في الكليه في الدراسات العليا، وطلابي في البكالوريوس. يعني بشجعهم بقى، انت ازاي تقدر تدير وقتك، ازاي انت عندك امتحانات وداخل على امتحانات تعمل جدول زمني لاداره الوقت في وقت قصير. عندي اسبوعين على الامتحانات، ازاي اعمل جدول وادير الوقت ده في ان انا اقدر اذاكر اكتر من ماده، ويعني اذاكر كل المحاضرات او كل الموضوعات اللي انا اخدتها في المقرر بتاعي. كذلك الطلاب اللي هم في الدراسات العليا او في مرحله الدبلوم المهني او الخاص او كده، يعني بوجههم بقى ازاي يقدر يبحث عن المعلومه، ازاي يقدر يحصل على المعلومه اللي هو محتاجها لو بيعمل بحث او بيعمل رساله ماجستير او رساله دكتوراه، او مطلوب منه بحث علمي معين يعمله، ازاي يعمل ده في ظل ازاي ينتقي المعلومه اللي هي مرتبطه بالمجال بتاعه او بالبحث بتاعه. فكل ده بيساعد في خلق جيل قادر على مواجهة الصعوبات في المستقبل، وجيل واعي عارف ايه واجباته وايه حقوقه، عارف ايه اللي مطلوب منه وايه اللي المفروض ان هو يحققه، محدد هدفه وعارف ازاي ان هو هيقدر يوصل للهدف ده، محدد يعني اساليب، محدد حاطط خريطة ذهنية للوصول للهدف بتاعه.
مش ان انا عايش كده وخلاص، ان انا بصحى الصبح هلبس هروح الكليه اخد المحاضرات لازم بتاعتي يبقى في وارجع. بلان انا بمشي عليه، وعايز كل فتره اشوف انا حققت جزء من هدفي او جزء من الخطه اللي انا بنيها ولا لا. ايوه كده، انجزت نسبه الانجاز بتاعتي قد ايه. يعني انا مثلا هدفي مثلا اكون كذا، عايز ابقى مثلا اخد مثلا ابقى معلم، عايز ابقى طبيب، عايز ابقى دكتور، ابقى محدد الهدف بتاعي واشوف انا مثلا حققت نسبه قد ايه من الهدف ده، وصلت فاضل لي قد ايه واوصل ان انا اقدر احقق الهدف بتاعي. فطبعا كل المحاور التدريبيه اللي احنا خدناها في برنامج المرأة تقود، اعتقد ان كل السيدات اللي هم حصلوا على البرنامج ده مش في محافظة المنوفية بس، لا ده مستوى المحافظات في الجمهورية كلها. ده كانت تجربة ثرية جدا بالنسبة لنا كلنا، لأن احنا استفدنا منها بشكل كبير طب جدا. اليات التوعيه والتثقيف بعد الحصول من هذه الدورات التعليميه في الاكاديميات، الياتها بقى في ان انا اقدر اطور واثقف مصريه شاطره وفي حاجات كثيره جدا، لكن ان انا بقى ايه عايز استهدف بقى ايه شريحه كبيره بعيدا بقى عن اللي هم العاملين في الحكومه. انا عايز المراه بقى المصريه البسيطه اللي يا دوبك فكرها محدود، يعني أيوة. اليات ان انا اقدر اتعامل معاهم واقدر ان انا اعمل لهم عمليات التوعيه السياسيه والتوعيه الثقافيه. تمام. هي التوعية السياسية والتوعية الثقافية يا أستاذ جمال، يعني علشان نقدر نقوم بيها في مجتمعنا، لازم بنقوم بمجموعة من اللقاءات والندوات وورش العمل اللي بتتم داخل المجتمع المصري. واحنا شفنا طبعا حياة كريمة قامت بدور كبير جدا عندنا في مصر، وكانت بتقدر توصل للقرى والكفور والنجوع النائية والبعيدة جدا علشان يقدروا ينشروا الوعي المجتمعي فيها داخل الأسر المصرية. كمان كان المجلس القومي للمرأة قام بدور كبير جدا في ان هو كان بيتم اعداد دورات تدريبيه ان يكون في رائدات ريفيات في القرى يقدروا يوصلوا حتى للقرى. يعني توعية المرأة المصرية مثلا في كل حاجة، لازم تنزلي تنتخبي تشاركي في المجتمع بتاعك، صوتك يعني لازم تعبري عنه. طبعا برضو احنا بنعمل توعية مش بس في القرى والريف، لا ده التوعية كمان في المجتمع المحلي كمان. يعني كان في برضو قوافل بتطلع تبع الجامعة عندنا، قوافل تربوية وقوافل تثقيفية وكمان قوافل طبية. يعني زي ما حضرتك بتسمع يا أستاذ جمال إن في قوافل تربوية بتطلع في المجتمع المدني علشان تعمل نوع من التوعية في كافة المجالات، المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكمان فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتدعيم روح الانتماء والولاء للوطن. بالإضافة لكده كمان ممكن يبقى في قافلة تربوية متكاملة. يعني في الجامعة عندنا في قوافل تربوية متكاملة بتطلع يعني للقرى وللمراكز علشان برضو يبقى احنا شملنا كده كل الجوانب اللي هي مرتبطة بعملية التنمية، لان احنا هدفنا الاول والاخير ان احنا نحقق التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030 في كافه الابعاد، البعد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والبيئي كمان. يعني زي ما سيادتك يا استاذ جمال بتلاحظ ان احنا عندنا برضو الجانب البيئي مهم جدا، وكان ده زي ما شفنا مؤتمر تغير المناخ 27 وكمان 28 كان لسه من حوالي اسبوع. فطبعا ده ليه بقى؟ ده لان احنا عايزين نحافظ على البيئه بتاعتنا، يعني ننشر التنميه المستدامه وننشر الوعي البيئي في الحفاظ على المرأة البيئه. هيبقى لها دور رئيسي في هذا الشأن طبعا. في هذا الشأن في كافة الأبعاد بقى يا أستاذ جمال، في البعد الاجتماعي والبعد البيئي والبعد الاقتصادي والبعد السياسي كمان. يعني هي في السياسي هتشارك في الانتخابات وتقول رأيها، وكمان إن هي ممكن تقدر البيئة النظيفة هي مسؤولة عنها. أيوة بالظبط، هي البيئة النظيفة بقى هي المسؤولة عنها وبتأثر بشكل كبير جدا. وكمان في حاجة بقى أصبحت موجودة عندنا حاليا دلوقتي، حاجة التعليم الأخضر والمدارس الخضراء. ده اتجاه الدولة حاليا ان انا يبقى عندي فيه مدارس خضراء وجامعات صديقة للبيئة. احنا كمان كان عندنا مؤتمر جامعة المنوفية لسه كان من حوالي اسبوع، كان الاسبوع اللي فات، كان عن المستقبل الاخضر والتحول نحو جامعة صديقة للبيئة. فطبعا يعني لما ادعم بقى واوفر كل البرامج التدريبيه دي للمراه عندنا في مصر، وانا بقى كسيده ما استغلهاش او ما استفدش منها، يبقى انا كده ضيعت فرصه كبيره مني. فيعني كل الشكر للقياده السياسيه لانها حريصه بشكل كبير جدا على ان هي تساعد المراه ان هي
توفر لها مثل هذه البرامج علشان تنمي من مهاراتها وقدراتها. وبنشكر الأكاديمية الوطنية للتدريب على دورها الفعال، لأن هي كانت بتنفذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برعاية معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد. يعني اتفضل. ويمكن ده زي ما شايف بيأكد لنا قد ايه المرأة المصرية ناجحة حين تأتي إليها الفرصة. المرأة المصرية مكانتها كبيرة حتى على المستوى الوطن العربي، مستوى أفريقيا، مستوى الشرق الأوسط. بنجد أن مشاركتها السياسية وتحريرها لوطنها كان لها دور كبير جدا. يعني احنا بالأمس القريب كنا بنشوفهم في يعني في ميادين مصر حين كانوا الشعب احتاجهم ومصر احتاجتهم. شفناهم في الميادين في 2013 30 يونيو. لكن قبل كده في أول مظاهرة بتشارك فيها المرأة المصرية سنة 19 السيدة هدى شعراوي كانت بتقود مظاهرة كبرى من أجل الاستقلال ومن أجل الحرب ضد الاحتلال الإنجليزي. كانت أول مرة عربية وإفريقية ويمكن عالمية أيضا بتشارك سنة 19. فقد إيه المرأة المصرية قريبة دايما من وطنها، ولما بيجي لها الفرصة عشان تخدم الوطن فبيبقى لها دور فعال وبناء ومؤثر. وده بيأكد لنا فعلا ان اي مجتمع ناجح بتبقى لديه مرأة قوية بتقدر تنجح في بيتها وانعكاسها في النجاح في البيت ويبقى له مردود في عملها. بالظبط كده يا استاذ جمال. فيعني التوعيه بقى بالنسبه لي ولا العكس صحيح عشان يبقى في شفافيه يعني. لا، هو طبعا هي طبعا المراه لما تكون ناجحه في مجال عملها ده طبعا هيكون هما الاثنين كل حاجه بتكمل بعضها يا استاذ جمال. ما انا ما اقدرش اقول ان انا هكون ناجحه في عملي وغير ناجحه في بيتي، وان انا احافظ على بيتي واسرتي واولادي وزوجي وكده. لا، ده انا الانسان الناجح في عمله بيكون ناجح في بيته وبيكون بيقدر، ده بينعكس كمان على المجتمع بتاعه ان هو بيكون نافع للمجتمع بتاعه ايضا. تمام. فطبعا يعني انا باكد بقى وبشجع بقى الفتيات في جمهوريه مصر العربيه والسيدات ان هم يلتحقوا بمثل هذه البرامج التي توفرها الدوله للفتيات المصريات في جمهوريه مصر العربيه، علشان يقدروا ينموا من مهاراتهم وقدراتهم في مجتمعنا، بحيث ان هم يقدروا يكونوا قادرين على يعني ان هم يقدروا ينموا مهاراتهم وقدراتهم في مجال العمل ويكتسبوا كل الفرص والخبرات اللي الدوله بتديها لهم. بالظبط كده يا فندم، يكتسب كل الخبرات والمهارات اللي الدوله بتوفرها لهم، وده بينعكس على مجال عملهم وعلى اسرتهم وعلى المجتمع بتاعهم ايضا. وزي ما اكدنا وقلنا المراه المصريه لها دور فعال ومؤثر. ايضا القياده السياسيه كانت حريصه على تشجيع المراه المصريه وعلى تفعيل دورها. وزي ما قلنا بنشوف قد ايه دورها في المجالس النيابيه موجوده بكثره، سواء في مجلس الشيوخ او مجلس النواب. بنشوف ايضا دور المراه المصريه في الحياه السياسيه والمجتمع العام. فده فعلا بيؤكد ان مصر دايما خطواتها قويه وسابقه دول كثيره جدا. انا بشكرك يا دكتوره فاطمه، ان شاء الله يبقى لنا لقاءات متجدده باذن الله. ان شاء الله يا استاذ جمال، وتشرفت بحضراتكم والساده المشاهدين. واحنا دايما اعزائي المشاهدين كل خميس كل جديد بنفتح ملف من ملفات الهامه جدا بتهم المجتمع المصري بصفه عامه والمجتمع الدلتاوي بصفه خاصه. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا كل خميس وكل جديد من خلال فريق عمل دلتا مصر واسره يوم الخميس. شكرا والى اللقاء. الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من وطن ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد